من هو النبي الذي دفن 6 من أبنائه في حياته؟ والإجابة في آخر الفيديو. أشهر صفعة في التاريخ. في القرن ال16 والتحديد في إحدى القرى الألمانية كان في طفل اسمه جوس، وكان طالب ذكي، وذكاؤه كان من النوع الخارق للمألوف. وكان كلما سأل مدرس رياضيات سؤال كان جوس هو السباق للإجابة على السؤال، فكان بكده بيحرم زملائه في الصف من فرصة التفكير في الإجابة. وفي مرة من المرات سأل المدرس سؤال صعب، فأجاب عليه جوس بشكل سريع، وده أغضب المدرس، فأعطاه المدرس مسألة حسابية علشان يلهيه. قال له أوجد لي ناتج جمع الأعداد من 1 ل100، يعني لو حسبنا من 1 ل100 الناتج هيطلع كام؟ وبكده يتلهي في المسألة ويفسح المجال للطلبة الآخرين إن هم يجاوبوا. ولكنه بعد 5 دقايق بالتحديد قال جاوز بصوت منفعل 50-50. فصفع المدرس على وجهه وقال له هل تمزح؟ أين حساباتك؟ فقال له جاوز اكتشفت إن هناك علاقة بين 1 و99 ومجموعهم 100، وكذلك 98 و2 وبرضه مجموعهم 100، و97 و3 وبرضه مجموعهم 100. واكتشفت بإن حصلت على 50 زوج من الأعداد، وبذلك ألفت قانون عام لحساب هذه المسألة، وبالتالي بيصبح الناتج 5050. وساعتها اندهش المدرس من هذه العبقرية، ولم يكن يعلم أنه صفع في تلك اللحظة العالم الكبير فريدريس جاوس، أحد أشهر 3 علماء رياضيات في التاريخ. أما عن النبي الذي دفن 6 من أبنائه في حياته فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله والقاسم وإبراهيم. أما البنات فهم زينب ورقية وأم كلثوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنساش تشير الفيديو لو عجبك. السلام عليكم.